السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب وعلى كل الناس اللي سامعيني. النهاردة لقيت عند تجار الجملة لبان اسمه دنانير، فقلت نجيبه كده ونفرح شوية في العيد مع بعض ونشوف. بيقولوا بيكسب فيه فلوس كتير. طبعا شدني ليه ان هو الفلوس محطوطة كده على وش العلبة كده، فبصراحة اول مرة اشوف حاجة زي كده. فخدت العلبة دي ب20 جنيه وفيها 24 قطعة، او يعني 24 باكو لبان او علبة لبان من الصغير ده، وكل علبة فيها 5 قطع لبان تقريبا. يعني نقول تقريبا، يعني ممكن يكون فيها 5، ممكن يكون فيها اقل، وبطعم الفواكه. نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم ونفتح ونشوف العلبة لبان دنانير ده فيه ايه بالظبط. طبعا هما بيقولوا ان هو فيه كوبونات، يعني احنا مش هنلاقي فيه فلوس لكن هنلاقي فيه كوبون، والكوبون ده زي ما يطلع بقى بالقيمة الفلوس اللي فيه، المفروض ان انا هاخدها وهغيرها من عند البقال او التاجر اللي انا اشتريت من عنده اللبان. الباكو بيتباع بجنيه من عند السوبر ماركت او من عند البقال، الواحد بجنيه، لكن انا جايباه بالجملة 24 واحدة ب20 جنيه، يعني فيها مكسب حوالي 4 جنيه. تمام. نفتح كده مع بعض بقى اللبان ونشوف هيطلع لنا ايه حظنا النهاردة في العيد، وكل سنة وانتم طيبين مرة تانية. اول علبة زي ما انتم شايفينها كده طلع فيها 3 لبانات بس، وطلعت فاضية ما فيهاش حاجة، ولا كوبون ولا حاجة. طلع كوبون اهو. جرب حظك مرة تانية، المرة الجاية اكيد كسبان، ما كسبتش حاجة. هنا كمان مفيش حاجة، نفس الكارت اللي فات. جرب حظك مرة تانية. هنا 4 لبانات. انا بصراحة اول مرة اشوف اللبان ده، انا لقيته كده بالصدفة وانا بشتري حاجات يعني من عند التاجر الجملة. بينك وبين الحظ خطوة. والله لو الحظ بيني وبينه خطوة برضو. الحمد لله على كل حال طبعا. برضو جرب حظك مرة تانية. ماشي. طبعا انا معايا 7 جنيه. ال7 جنيه دول اللي انا كسبتهم من قبل حتى ما افتح اللبان، او حطهم على جنب كده لحد ما اشوف انا هكسب كام في بقية اللبان. كسبت جنيه، كسبت جنيه، كسبت جنيه، وده اول جنيه اكسبه في اللبان النهاردة، لبان دنانير اللي بيكسب فلوس. مبروك، كسبت 1 جنيه استبدله فورا من البقال. يعني المفروض ان انا هروح بقى للبقال بالكوبون ده ان شاء الله وابدله بالجنيه. هشوف هيطلع لي برضو كام في بقية اللبان، واجمع كل الكوبونات وهبدلها من البقال. كسبت جنيه كمان، ما شاء الله ما شاء الله. كسبت جنيه كمان، مبروك، كسبت 1 جنيه، معايا 2 جنيه كده كمان. يعني اشتري اللبانة بجنيه واكسب جواها كوبون بجنيه، يبقى انا خدت اللبان مجانا. حلو والله. والله ايه ده ايه ده، كسبت كمان جنيه اهو. كسبت كمان جنيه. 3 جنيه. 3 ومعايا 7 يبقوا 10. ده في كارت حظ سعيد اكيد. جرب حظك مرة تانية. هنا كمان، هنا كان في 5 لبنات على فكرة. جرب حظك مرة تانية، ممكن تكسب فلوس كتير. تمام. كسبت جنيه، كسبت جنيه كمان. كسبت جنيه يا عم. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، وعيد سعيد عليكم يا رب. كسبت كمان جنيه، كسبت جنيه. ما شاء الله ما شاء الله. 5 جنيه هم يا جماعة، ومعايا 7، 12. ايه ده جمع بقى 20 جنيه حق العلبة، يبقى انا جبت العلبة كده. بينك وبين الحظ خطوة.
عايزه اشكر كل الناس اللي متابعيني، ويا رب دايما منوريني، ويا رب دايما كده عند حسن ظنكم يعني. اللي بان طعمه حلو، طعمه بالفواكه كده زي الكنتالوب وفراوله، بس هو طعمه حلو وشغال يعني بجنيه يعني. هنا مفيش حاجه. وان شاء الله باذن الله، انتوا عارفين ان انا مش بحب اخرج قوي في العيد، بتبقى الدنيا زحمه والجناين بصراحه بتبقى مليانه يعني وكده، يعني بتبقى زحمه يعني. فان شاء الله باذن الله في اقرب فرصه هننزل وهنتفسح وهنعمل لكم فيديوهات حلوه باذن الله. والله مفيش احلى من قعده البيت في العيد. شويه ترمس بقى وشويه لب، مش عايزه اطلع يعني بره الموضوع، لكن طبعا انا عارفه ان انتوا بتحبوني وانا بحبكم، وبحب ان انا اتكلم معاكم، وكلكم طبعا اخواتي يعني. وكل سنه وانتم طيبين مره تانية. مش عارفه، كسبت كمان جنيه، كسبت كمان جنيه. الكارت بيطلع مقلوب، اللي هو بقى مفاجأة يعني. ولا انا اللي ماسكه العلب غلط ولا ايه؟ مش عارفه. ملاحظه ان انا كل الكروت اللي بطلعها حاساها ان هي طالعه مقلوبه. برضو ده خلاص مفيش حاجه. كسبت كمان جنيه، ما شاء الله ما شاء الله. لا الكوبونات صراحه حلوه، واتفاجئت صراحه. انا قلت مش هيطلع حاجه، يعني ممكن اكسب 2 3 والباقي يطلع فاضي، لان هو برضو يعني بجنيه الواحد. فما توقعتش ان انا هيطلع لي كوبونات يعني كتير كده. حظ سعيد. بينك وبين الحظ خطوة. اخر واحدة فاضية. الحمد لله على كده قوي. ده اللي بان. والكوبونات اللي معايا 7، 7 كوبونات، كل واحد بجنيه. يبقى معايا 7 جنيه، ومعايا 7 جنيه من الأول اللي هما كانوا على العلبة. يبقى أنا دلوقتي كسبانة 14 جنيه. إن شاء الله نروح نغيرهم ونبدلهم. بيكون الفيديو عجبكم واتبسطتوا معايا، وكل سنة وانتم طيبين. وان شاء الله لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا عندي في القناة عشان خاطر يوصلكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة رجعت لكم تاني بعد ما خدت الكوبونات، ورايحة طبعا بقى بدلها، وكسبت 7 جنيه وهاخد 7 جنيه. بصيت لقيت الراجل اللي انا اشتريت منه قال لي ازاي اذا كان ده اساسا. بصي كده هتلاقي مكتوب هدية 8 جنيه مع العلبة لاستبدال الكوبونات الكسبانة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ال8 جنيه دول هما طلعوا 7 مش 8. ال7 جنيه دول المفروض ان انا مثلا البقال هياخدهم عنده، طبعا عشان انا جايباه من تاجر جملة. واي حد هيكسب الكوبون ده هيروح يديه للراجل، وهياخد الجنيه من الفلوس اللي هو اصلا شايلها عنده من اللي هو خدها من على الكرتونة. طبعا انا كنت فاكرة بقى ان انا كسبت 7 جنيه و7 جنيه كوبونات، يبقى انا كسبت 14 جنيه، والعلبة وقفت عليا ب6 جنيه. مفيش الكلام ده كله، والحمد لله. وخلاص على كده.